الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كبده الفراخ. قبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصي يا ستي، انا جبت طبعا هنا قوطه وبصل وفص ثوم هبشرهم ونيجي مع بعض. يا جماعه انا دلوقتي بشرت القوطه وبشرت البصل ماشي وفص الثوم، ودلوقتي حطيت التوابل، حطيت جنزبيل وحطيت كزبره وكمون وفلفل اسود وقشر برتقان. انا طبعا بقشره ماشي وبطحنه. طبعا بعمله الاول في الفرن وبعد كده بحطه تحت المروحه ينشف شويه وبعد كده بطحنه. بصوا بالمنظر ده. ندعك بقى ونحط كمان شويه خل. يا جماعه التتبيله دي حلوه قوي للمشويات، يا ريتوا تعملوها. ولا بقى تحطوا زبادي ولا تحطوا، لا اعملوا الطريقه دي بجد احلى حاجه للمشويات. انا بعملها لجميع المشويات يا جماعه، للفراخ عشان انا كده هحط الكبده في الفرن، فعملت الطريقه دي ماشي. طبعا هقلبها واسيبها شويه قبل ما اغسل بقى الكبده ونيجي مع بعض. انا حطيت الكبده طبعا تبلتها بالتتبيله اللي عملناها. نحط بقى شويه زيت كده ونحطها تحت الشوايه. يا جماعه نشوي كمان بتنجان عشان نعمل بابا غنوج. هنحط طبعا البطاطس، انا قطعتها صوابع احطها تحت برضو الشبكه في الفرن. حطيت هنا يجي 3 معالق زيت وحطيت التوابل، حطيت ملح وكزبره وكمون ماشي وريحه شطه. وهنحط بقى كله كده ونقلب كل الحاجات دي. حطينا البطاطس هنحطها بقى نقلب الحاجات دي ونحطها في الفرن ماشي. نقلب الحاجات دي عشان بصور بايد واعمل بايد ونيجي مع بعض. يا جماعه بصوا ادي البابا غنوج اهو. عملت البتنجان شويته وقشرته اهو وكمان طحنته. هنحط عليه بقى الطحينه والتوابل ونيجي مع بعض. طبعا البطاطس انا حطيتها رصيتها كده، هنقلبها الوش التاني وندخلها برضو تحت الشوايه. كده خلصنا بابا غنوج اهو ماشي. ادي البطاطس ما شاء الله دي عملتها في الفرن ماشي. وادي بابا غنوج وادي الكبده، بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله. وبألف هنا وشفا.